السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم صنع كنز. اليوم ان شاء الله عندنا التتمه الدرس بالفراشة الاقتصادية وتحديدا طريقة الخياطة ديالها. لكن قبل بغيت نوريكم الثوب ديالي ملي طويته على 4. شحال خرج لي القياس؟ لا 4 هو يعني مازال ما شقيتوش اهو. يعني شحال خرج لي في القياس، يعني شحال خرج لي في الطول فيه وشحال خرج لي في العرض. ففي الطول خرج لي فيه 140 طول. انا هذه الفراشه هذه القياس اللي كافيني هو هذا، يعني هذا صافي غادي نفصلو غنحيدو. يعني الفراشه ديالي الطول ديالها هو هذا، ها هو ديك القوس هنايا. قلت والعرض ديالها هي دائما مطويه على 4. العرض ديالها 55 سنتيمتر. يعني الاخوات اللي عندهم قياس كبير، يعني 35 40 45، يعني الاخوات اللي عندهم مقاسات كبيره، يعني ان شاء الله غيفرحوا بزاف في هذه الفراشه وينوضوا يتحمسوا ويشريو الثوب ويخدموها معانا. لانني كنعرف يعني في الواقع المعاش كنعرف سيدات وبنات عندهم مقاسات كبيره وكيعانيو في فصل الصيف، ما كيلقاوش ثوابات مريحه للدار، قياسات قدهم ما كيلقاوش. فان شاء الله هاد الفراشه هذه تحل لكم هذا المشكل. تشريو اثواب متعدده بالوان مختلفه وتبرعوا مع راسكم في فصل الصيف في ديوركم. ها هي بعض الفصاله الفنات بحال اللي وريتكم في النموذج المصغر، والدراساج الطاوق. ومن الجنب خرجت واحد الطرف د الباندا للراس، فهو اختياري، فكره اختياريه اللي بغات تطبقها، وكيبان بانك انت اللي مفصلاها وانت اللي نجزاها. طريقه الخياطه كالتالي: كنأكد بان القياسات ديال الفراشه راح كنرسموهم في الوجه د الثوب، صافي. ملي غتجيو تخيطوا غتخيطوا كذلك في الوجه تقريبا واحد 5 مليمتر شويه في الوجه. غنعملوا ديك الخياطه ديال التنيوفري، الخياطه معروفه بالتنيوفري، يعني كتجي الخياطه مضوبله. كنخيطوا في الوجه ومن بعد كنوليو نقلبوا نخيطوا من الداخل. هذه هي التنيوفري. انا دابا غنخيطها وغنوريها لكم صافي. ملي كنخيطوها من داخل كنولي ثاني انا كنتنيها المره الثانيه المره الثالثه باش كنعملها واحد الخياطه تجميليه. فهمنا؟ هذه هي اول حاجه، يعني غتخيطوا الفراشه في الوجه ديالها. ها هي ملي خيطناها من داخل، هذا الداخل ديال الثوب، ها هو الوجه. شتي الوجه كيولي لنا مفيني مزيان. يعني الفراشه بهذه الطريقه كتجي مفينيه من داخل نقيه ومن برا. فهذه هي الطريقه اللي كنستخدم انا في هذه الفراشه. ما كنستعملهاش السورجي، ما كنديرلهاش السورجي نهائيا، وكتجي في يعني النتيجه في النهايه كتجي فراشه متقونه تماما. واللي بغات دير لها السورجي عندها مثلا ماني السورجي قرب ليها او هي نفسها عندها ماكينه السورجي تسورجيها، ماشي مشكل. ولكن انا كنوريها الطريقه بالنسبه للناس اللي مثلا ماني السورجي بعاد عليهم، يقدروا يطبقوا هذه الطريقه هذه اللي كنعمل انايا. فمن بعد قلت من بعد هاد الخياطه هذه اللي بقات ليها مكاين داخل، انا كنولي ندفعها في الظهر ان شاء الله تكون واضحه لكم. كنولي ندفعها في الظهر هكذا، كندفعها بيدي للظهر دابا الامام، كندفعها بالظهر وكنولي ندوز عليها بالخياطه من الجهه د الظهر. واضحه؟ هاشي هنايا تنيتها، هاي تنيتها دفعتها للظهر وغادي نخيطها ونتلاقاو. ها هي الخياطه التجميليه، هي كتجي على برا. من بعد غادي ندوزو نركبو السيفه. ولكن قبل انا الطوق ديال الفراشه ما كنشقوش كامل،
مثلا هبطتي من هنا حتى لهنا ب45 او 50 اللي بغيتي، الطوق الطول اللي يريحك. انا هاد الفتحه هادي ما كنشقهاش، كنشق فقط 4 سنتيم. هاد 4 سنتيم كتساعدني في الفينيسيون ديال السفيفه، يعني باش كتجيني السفيفه من هنايا كنقدر نتحكم فيها في العمليه ديال التشطيبات او الفينيسيون. السفيفه كنبداوها من هنا، يعني الكتف كتفوت 1-2 سنتيم من تما كتبداي السفيفه. وانا ما غاديش ندير الحبل، انا غنخدم غير السفيفه بوحديها. كتبداي السفيفه من الظهر وكدوري. الا كانت عندك سفيفه واسعه كتقنتي، يعني كتسلتيها. كانت عندك ضفيره رقيقه يعني بحال اللي علمتكم في الدرس ديال تمارين الماكينه، كتدوريها. وهنايا كذلك كدوريها الا كانت ضفيره، ولا كانت سفيفه واسعه راكو كتسلتوها هنايا وكتوليو تطلعوا وتختموا هنايا، كتخيطوها هنا كتلاقيوها. ان شاء الله غادي نوري لكم الدرس ديال الخدمه ديال السفيفه نص طوق. من الافضل باش تفهموها مزيان اخواتي غنخصص ليها ان شاء الله حصه خاصه بها. دابا تبعوا معايا غير يعني بالتفصيل، تبعوا معايا المراحل ديال الفراشه وفهموها مزيان. وما تنساوش قبل ما غادي دوزوا السفيفه راه خصكم ضروري تنبلوا هاد 4 سنتيم مع الدوره ديال العنق. كتنبلوها واحد شويه، 1.5 ملم كتنبلوها باش ملي كدوز السفيفه هاد الخيوط وهادشي كلشي كيتخبى تحت منا. تعوق هو مكمل هنايا بديت وهنايا ختمت. الخطوه اللي من بعد هي ان هاد البلايص اللي حنايا كيكونوا عندنا في الثوب معلمين طبعا بالطباشير، كنا معلمين في الثوب بالطباشير. هاد الخطوط هادو كندوزو عليهم بالخياطه، يعني بوان داري هنا وبوان داري لتحت، وما توصلوش بالخياطه حتى لتحت هنا، يعني خليو واحد 5-6 سنتيم وعاد ساليو الخياطه، لان هاد البلاصه هادي اللي نسحيت نحتاجوها في الفينيسيون الجناب. واضح؟ بالنسبه للناس اللي اول مره يخيطوا فراشه فلا بد تثبتوها بالفنات قبل ما تحطوها تحت الماكينه باش ما يهرب لكمش الامام على الخلف بحال هكا. نجيو دابا للجناب هكذا. هاد البلاصه هادي هكذايا غادي ندورو عليها بالتكفيفه، تنيه في وسط التنيه بحال هكذا، تنيه صغيره في وسط تنيه وحده اخرى، ودوزو عليها بالماكينه. هاتي جبت ندير بيدي بحال هكذا. واضح؟ يعني هاد من الفوق من هنا وتدوروا عليها كلها، الطرف ديال الامام والطرف ديال الخلف. انا نخيطها ونوريها. صافي كملت الجوانب. كتجي التنيه على اختها تكون غير صغيره، واللي شافت راسها ما تقدرش تتحكم في هاد الخياطه ديال التنيه ديال الجناب، من الافضل تنبلها يدويا بالخيط عاد تخيطها بالماكينه عاد تجيك اسهل. وهذه فراشتي حتى هي كملات، خدمتها بسفيفه في الكحل ومثل الجوهرات في الوسط ديال الجوهرات كاينه اللون الوريدات اللي عندي مشتين في التاو. كل وحده تزوق فراشتها بذوقها. هادو الحاشيات ديال الفراشه كلها كندوزوها بهاد الخياطه هادي التنيه، وتمشيو في الحاشيه ديال التنيه تمشيو عليها في الخياطه. وكذلك خرجت ليا باندا، ها هي باندا الشعر اللي قلت لكم هي اختياريه، اللي بغات تفصلها وتخيطها تخدمها باندا على الشعر. هذه كتكون القدام، هذه الخلف، كتجي انيقه في اللبسه مع هاد الفراشه. هما الجناب
خياطة تجميلية د الكتاف. انتهت الحصة ديال اليوم. كملنا الخياطة ديال الفراشة الاقتصادية، ان شاء الله تعجبكم وتحمسوا تطبقوها. اذا عجبكم درس اليوم عملوا اشتراك، عملوا لايك، بارطاجيو الفيديوهات باش اخوات اخرين يستافدوا معكم. شكرا لكم.